من احلى وصفات المكرونه اللي ممكن تجربوها. اللي ما جربش المكرونه دي فايته كتير. مكرونه الانسجام عملناها النهارده في البيت بطريقه سهله وبسيطه زي ما احنا متعودين. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. عايزه اقول لكم المكرونه طعمها رائع فوق الرائع. انا مش ببالغ يا جماعه، اي حد هيجربها هيقول كده نفس الكلام برضو. عملت جنبها حبه شطه زيت كده كاننا قاعدين في محل. طبعا بتتباع بره غاليه والناس بتروح تجيبها مخصوص. عملتها النهارده بطريقه سهله وبسيطه، يا رب تعجبكم. قبل ما نبدا الوصفه كده نصلي على الرسول ونشوف عملنا الطبق الحلو ده مع بعض ازاي. جبت طاسه كده على النار فيها حبه زيت كده حلوين، تمام. ونزلت عليهم، كنت ضربه في الكبه بصلايه كبيره كده، ضربتها في الكبه ونزلت عليها معلقتين كبار من النشا. النشا هتخلي البصلايه مقرمشه معايا، وطبعا الزيت هيبقى نضيف هتشوفوه دلوقتي. جربوا الطريقه دي، معلقتين من النشا وننزل بيهم كده على البصل. طبعا اقلب البصل لغايه ما يوصل للدرجه الحلوه دي، اللون البني اللي انتوا شايفينه ده، تمام. بنشيل بقى البصل كده، دي اول خطوه. بكون محضره معلقه كبيره من السكر، البصلايه مقرمشه وطعمها حلو. طبعا النشا مع البصل بيخلي طعم البصل حكايه. نزلت بمعلقه كده كبيره من السكر واسيبها كده تتكرمل لمده دقيقتين تلاتة توصل للون البني، هوريهولكوا دلوقتي. بقلب فيها كده لمده دقيقتين تلاتة زي ما قلت لكم. طبعا طعم السكر مش هيبان فيها خالص، هيدي طعم حلو قوي للصلصه. بصوا وصل للدرجه دي، الدرجه البني اللي بقول لكم عليها دي في القاع كده. نزلت بمعلقتين من الصلصه، بقلبهم بقى كده في قلب السكر والزيت. بكون محضره الطماطم بتاعتي، حوالي كيلو الا ربع من الطماطم، مصفياها كويس. بسيب كده الصلصه كده لمده دقيقتين تلاتة، وبعد كده بنزل بالطماطم، كيلو الا ربع من الطماطم. طبعا انا كنت سالقه المكرونه بتاعتي نص، اللي هي نص الهلاليه الصغيره دي، مع الاسباجيتي. طبعا الكميه اللي تحبوها. هنا البهارات يعني ما فيهاش اي افتكاسه، يعني نحط ملح وفلفل وكمون وبابريكا بس. ملح فلفل كمون بابريكا وحبه شطه حمرا اختياري، تمام، مع نص معلقه صغيره من كل حاجه. انما الملح يعني معلقه صغيره كده ممسوحه. مكعب ماجي طبعا زي ما قلت لكم اختياري. بقلب الجمال ده كله مع بعضه واسيبه يتسبك حوالي ربع ساعه. كنتش لسه نزلت بالملح، زي ما قلت لكم معلقه صغيره ممسوحه من الملح. بصوا اتسبكت كده هنا معايا. بجيب بقى البصل عندي، بنزل بيه بفركه طبعا عشان لو فيها اي واحده كبيره ولا حاجه تبقى سهله معايا كده بعد ما انزلها في الصلصه. بصوا بنزل بقى على الجمال وقلبي بالجمال بقى. احلى صلصه ممكن تعملوها. بصوا الصلصه عامله ازاي، حكايه. حاجه وصفه سهله وبسيطه عملناها في البيت وطعمها حكايه. انا قلبت كده المكرونه عليها، طبعا شلت مكرونه على جنب وحبه صلصه على جنب. اللي مش عايزها كده هوريكم دلوقتي انا عملتها ازاي. بقلب كده المكرونه بالصلصه زي ما انتم شايفين، بسيبها كده مع بعض لمده دقيقتين تلاتة تسخن كده المكرونه في قلب الصلصه، تمام. طعمها يا جماعة والله العظيم مش ببالغ، بس طعمها حكاية فعلا. طعم المكرونة حكاية. ولو عملتوا بقى حبة شطة كده جنبها، أنا عملت حبة شطة زيت كده جنب المكرونة دي. بصوا شكلها عامل ازاي. كنت أنا جايبة علبتين كشري كده ونزلت بيهم بالمكرونة بتاعتي ونزلت بيهم بالصلصة زي ما انتوا شايفين كده. جربوها بالطريقة دي إن شاء الله تعجبكم، مع حبة شطة كده حلوين. أتمنى بقى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. وصفة سهلة وسريعة
اتمنى ما تبخلوش عليا بلايك وشير واشتراك في القناة وكومنت حلو منكم. اشوفكم على خير، سلام.